ابراهيم لاعب نادي الزمالك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن حضرتك؟ اخبار؟ تمام الحمد لله. عامل مشاكل كتير. مشاكل انت عارف يا كابتن. قول لي يعني ايه اللي حصل، وفي نفس الوقت يعني بتفكر ازاي الفتره اللي جايه؟ ايه اللي حصل؟ كابتن حسن شحاته قال لك ايه؟ انا عارف ان انت اتكلمتهم في التليفون اكتر من مره، وكابتن اسماعيل يوسف. والله يا كابتن زي ما حضرتك قلت يعني انا اتكلمت مع الكابتن بس انا ما كنتش اقصد حاجه. قول لي بالظبط اللي حصل ايه، عشان برضو يبقى الناس تحكم. هل يعني انت غلطت ما غلطتش؟ واكيد كابتن حسن شحاته لما خد قرار باستبعادك من المعسكر اكيد في حاجه زعلته منك يا محمد. والله يا كابتن انا بعد الماتش حرصت الحدود ده، اتكلموا معايا الكابتن، اتكلم معايا قبل الماتش. كابتن اسامه لقيته بيقول لي في التمرين فاتمرنت قال هتلعب الشوط الثاني. فالمهم جيت الناس كانت بتتمرن كده الشوط الثاني، لقيت الناس بتنزل وانا ما نزلتش. فكنت متعصب شويه، بدات اتكلمت مع الكابتن انا ليه ما لعبتش؟ فقال لي رحت قلت له انا ليه ما لعبتش؟ فقال لي انت لسه مش جاهز وكده. قال لي انت لسه مش جاهز، قلت له كابتن انا رايح المنتخب جاهز وكده. قال لي روح وكده. ممكن كان في حاجه في كلامي، بس انا ما كنتش اقصد حاجه لان الكابتن يزعل مني ولا اي حاجه. كل اللي انا اقصده بس اللي انا عاوز العب. هو بص يا محمد، احنا اتكلمنا مع بعض في التليفون انا وانت، وبقالنا يومين بنتكلم وانت عارف انا مش ولا حاجه عليك ولا حاجه على الكابتن حسن. هنقول الطبيعي اللي بيحصل دايما. اي مدرب بيبقى عايز مصلحته، عايز مصلحه اللعيب. وانت كان بقالك فتره بعيد، كان بقالك حوالي شهرين ونص عندك اصابه قويه، قطع في العضله الضمه ورجعت. ودايما المدرب يبقى خايف على اللعيب. يعني انت لما كنت موجود وسليم كنت بتشارك على طول وبتنزل الشوط الثاني وموجود ومؤثر. هو كابتن ما كنتش اقصد انت بس كنت بعد الماتش ومتعصب، فرحت قلت له انا ما لعبتش ليه، فدي اكيد هتزعله كاي مدرب. انا كان نفسي ان انا العب بس واشارك، ارجع ابقى موجود العب هنا عشان ابقى موجود في المنتخب زي اي حد. ما اعرفش اذا كابتن يزعل مني، ما كنتش واخدها من الناحيه دي، كنت متعصب بس يعني غصب عني، ده حق اللي انا عاوز العب. ما هو ده ما حدش قال لك ان هو مش حقك طبعا ولازم تلعب. بس دايما الجهاز الفني بيبقى عارف امتى يشرك اللاعب. مثلا خايفين عليك اللي انت ممكن ما تكونش معاهم في الماتش اللي جاي مع افريقيا سبورت، فمش عاملين حسابك اللي انت تلعب عشان ما تتعورش تاني. انا ما كنتش اعرف كده يا كابتن. طبعا انا كنت اعرف ان انا كنت مفكر ان انا ابقى موجود معاهم. محدش قال لي كده، لو حد فهمني كده ما كنتش اقدر اتكلم. طبعا يعني هو حاجه كويسه ان هم دخلوني. ما كنتش اعرف كده خالص. انا كنت مفكر ان انا ابقى موجود معاهم وهبقى ان شاء الله شد في الفتره دي عشان ابقى موجود معاهم في الماتش. ما كنتش اعرف ان انا بره الماتش خالص. يعني بعد ما اتكلمت معاه بقى كان رد فعل كابتن حسن ايه يا محمد؟ هو كابتن حسن قال لي خش انطلق وامشي، ولقيت كابتن حماده كلمني قال لي انت اتمرن في النادي الساعه 11 وبروح اتمرن مع كابتن عمرو كل يوم الساعه 11 في النادي. كابتن عمرو مطراوي. وان شاء الله. طبعا انا ما اقدرش ازعل حد مني مش زي كابتن حسن يعني. لا وانت يا محمد انت لعيب مميز ولعيب كبير، وانت لسه صغير كمان، يعني لازم الحماس يعني برضه لازم تمسك اعصابك في بعض. ما كلنا كنا بنلعب ولما كل واحد كان بيبقى احتياطي كان بيزعل. وعلى فكره النهارده كابتن محمود الخواجه ضيفنا النهارده اللي هيكون معانا بعد شويه كان مدربي، وكنت وانا صغير بزعل قوي اللي هو مثلا ممكن، بس هو بيبقى ليه وجهه نظر. واحد لما كبر وفهم مفيش مدرب عايز يخسر. ممكن يكون في حد في مكانك اجهز منك دلوقتي، فهو وانت لسه راجع من اصابه فخايف عليك. فاهم قصدي يعني؟ ما كنتش بفكر كده خالص يا كابتن. كنت بفكر ان انا عاوز العب بس. وانا طبعا يعني انا مش عاوز الكابتن يزعل مني. كابتن حسن لا ان شاء الله ان شاء الله. اسماعيل اخويا الكبير وتعامل مع الجهاز كله والله يعني الحمد لله ما بحبش حد انا مش عايزك بس ايه يعني يبقى في مشاكل كتير يا محمد عشان ما تبعدش. انا وبعدين ما يحطكش في خانه اللي انت راجل بتصير مشاكل او بتتكلم في موضوع اللعب او عدم اللعب. فاهم قصدي؟ انا بتكلم مع حضرتك عشان اقول للكابتن حسن او اي حد في الجهاز لو كنت انا غلطت انا بتاسف لهم كلهم عشان ما حدش ياخد عني فكره وحشه لا ان شاء الله. وفي الاول وفي الاخر انا متقبل اي حاجه يعملوها، بس اهم حاجه ان محدش يزعل مني وبتاسف للناس كلها. لا مفيش حاجه يا محمد ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. وانا يعني بقى تحت امرهم وفي اي وقت واي حاجه يقولها لي الكابتن انا مش معترض عليها خالص. اهم حاجه محدش يزعل مني. يعني كان حد خد كلامي بطريقه كده خالص والله، وانا لو كان حد خد كلامه بطريقه ثانيه فانا بتاسف له بس مش اكتر. ده يا محمد انت لعيب مميز وان شاء الله بالتوفيق ليك، واهم حاجه بس رجلك تكون كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله كده. الاصابه كويسه مفيش حاجه يعني؟ لا الحمد لله تمام. يلا شد حيلك في التمرين يا محمد. الحمد لله. شد حيلك في التمرين. بنشكر كابتن